اهلا بيكم في برنامج مطبخ لايف. معاكم الشيف ريهام حسن، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، ويا رب تكون حلقه جميله كده واقدر افيدكم بحاجه. النهارده هعمل لكم اكلات بسبب بمناسبه عيد الربيع. هنعمل معانا اكلات جديده ومختلفه، مش مختلفه قوي بس هنحط عليها تريكاتنا اللي هتخليها مختلفه. معانا رنجة ومعانا مكرونة ومعانا شوية خضار بوكيه جرنيه بتاع الأكل، وهنعمل بيض بالبطاطس. أكلات كده جديدة وخفيفة، ويا رب أقدر أفيدكم فيها وأكون معاكم كل حاجة في التمام. أول حاجة هبتدي أحضرها، هحضر البيض. أحط الطاسة وأحط الزيت، هنجيب البطاطس تتقطع قطع رفيعة عشان نقدر نشوحها بس في الزيت تاخد تشويحتها. ده أول طبق معانا. الطريقة دي طريقة تركي، طريقة بيت تركي. انا بحب طريقة الاكلات الجديدة والغريبة. والمقادير بعد شوية نازلة معانا على الشاشة، يعني مش شوية كتير، ثواني بس كده وهتبقى معانا على الشاشة. انا بقطع البطاطس تقطيع عشوائي عادي، بس عايزينها مربعات كده. المقادير معانا هتنزل دلوقتي على الشاشة، ولو انتوا حابين اقولها. البيض التركي مقاديره: بطاطس، حبايه بطاطس واحده كفايه قوي لان هي هتعمل مقدار كويس. وبيضتين وبصلايه طماطم مبشوره، اهم تركه فيها تبقى طماطم مبشوره. فلفل حامي وفلفل رومي، وفي الاخر خالص بنزين ببقدونس. وتوابلنا معانا ملح وفلفل فقط لا غير. كده انا اهو البطاطس اتحطت في الطاسه. التقطيع عادي خالص والدنيا عاديه، بس لازم تاخد تحميره. عقبال بقى ما تاخد تحميره نجهز الخضار المتقطع بتاعها. كده هنقطع برضو بصل، ممكن نقطعه جوليان عادي، وممكن نقطعه رفيع، وممكن يتبشر حسب الرغبه. لو في اطفال معانا مش بتحب البصل اللي يبقى ظاهر في الاكل، انا عن نفسي من الشخصيات اللي بحب البصل يبقى طعمه ظاهر في الاكل يعني. كده بالمناسبه تقطيع الجوليان هو كده، اللي هو يبقى بالمنظر ده، اللي هي الطريقه الهلاليه. ده التقطيع العادي الرفيع، وفي البشر بقى عشان في ناس مش بتعرف يعني ايه تقطيع جوليان. بس احنا طبعا هنعمل الطريقه العاديه خالص معانا. هنقطع عشوائي كده، وما ننساش البطاطس اللي بتاخد تحميره ولون. بجد الاكله دي مفيده قوي وصحيه جدا، وتنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء، واقتصاديه ومش مكلفه. في حاجات كتير حلوه قوي. ووجبه متكامله: بطاطس، نشويات، وبصل وبيض وخضروات. هنعوز ايه تاني في وجبه زي كده؟ بجد لو عملتها والله بجد الاطفال هتحبها جدا. انا عن نفسي بعتمدها فطار عشاء، حاجه خفيفه في خفيف. بحمر البطاطس، لازم البطاطس تاخد معانا لون وتحميره. عقبال ما نحمر لازم نجهز بقيه الخضروات معانا. هنجهز الفلفل الاخضر عشان هو كله بيتحط ورا بعضه يعني. كده، وخلوا تقطيعة الفلفل ظاهرة شوية فيها عشان خاطر الفلفل من النوع اللي بينكمش بسرعة، يعني بيدوب بسرعة، واحنا هنحطه بعد البصل على طول، فلازم تبقى تقطيعته ظاهرة شوية في الأكلة دي عشان ما يروحش مننا. فلفل حامي ده حسب الرغبة، بس انا بحبه يعني في طعمه الاكل بيدي ريحة. وقطعوه كبير عشان اللي مش بيحبه يعرف يطلعه من وسط الاكل. انا بحب طعمه جدا، بيدي نكهة وطعم في الاكل قوي الفلفل الحامي ده. تمام. متنساش البطاطس، لازم نقلب وتبقى ايدينا فيها زي ما انتوا شايفين اهي.
اول ما تاخد لون معايا هنزل عليها بالبصل على طول من غير تفكير. نجيب بقى حاجه نبشر الطماطم. ليه قلت لكم طماطم مبشوره؟ عشان خاطر لو معصوره مش هتبقى كويسه، هتعمل صوص ميه كتير قوي. لو متخرطه هتبقى صحيحه وفيها قشر واحنا مش عايزين القشر. فهي افضل حل للطماطم انها تتبشر بالمنظر ده. بصوا القشره بتطلع ميبقاش فيها قشر وبناخد لحم الطماطم بس زي ما انتم شايفين اهو. مفيش اسهل من كده بشر الطماطم. فكره بشر الطماطم ده ممكن تستعملوه في حاجات كتير، في صينيه البطاطس. بعد شويه هستعملها لكم في الرنجه. صوص المكرونه لو عايزينه تقيل، صوص البيتزا لو عايزينه تقيل، ابشروا الطماطم. اي حاجه عايزينها تقيله ابشروا الطماطم فيها. كده هو 3 حبات طماطم حلوه قوي على الوصفه دي. تمام اهو. بصوا منظرها عامل ازاي، مبشوره اهي، كتل طماطم بس قطع كده. ونجيب البيض نستعد. هي بتاخد حبايتين بيض كفايه قوي عليها الوصفه دي. عشان هو مش بيبقى كتير قوي البيض فيها، يعني مش مستحب البيض يبقى كتير فيها. كده البطاطس ابتدت تاخد معايا لون اهي اهي. تمام. هي عندي احمر شويه ننقل عليها كده اهي. ابتدت تاخد معايا لون. ممكن بقى دلوقتي كده ننزل بالبصله. اول ما نحس ان البطاطس خلاص يعني اهي دبلت للسوا خدت لون، هي ابتدت تاخد معايا لون اهي زي ما انتم شايفين. ننزل بالبصلايه، نستنى برضو البصلايه تاخد تحميره معاها. كده زي ما انتم شايفين بقى. قلبوا بقى، ما تسيبوش ايديكم في الوقت ده بالذات لو النار عاليه، لان هي الاكله دي اصلا بتشتغل على نار عاليه عادي اهو. كده انا في التمام، كل حاجه مش لازقه مني وكل حاجه مسيطره عليها. زي ما انتم شايفين اهو ريحه البصل ابتدت تطلع علينا. هنجيب فصين توم بس كده. هو التوم مش اساسي فيها، هو التوم حسب الرغبه، اللي عايز يحط توم يحط واللي مش عايز مش ما يحطش. انا بحب ريحه ونكهه التوم فيها بس هي مش اساسيه معانا، بس انا هحط حاليا توم. هي حاجه بسيطه قوي اللي هو يطلع ريحته معانا. اول ما تشمي بقى ريحه التوم طلع معاكي يبقى هي كده جاهزه ان انت تحطي بقيه البوكيه جارنيه بتاعك. اهو انا اهو بقلب. انت مش بتدي الحاجه تسويه، انت بتدي الوان، هي بتاخد سوا كامل مع بعضها في الاخر. احنا كده مجرد بندي الحاجه الوان، بندي تشيك زي ما بيقولوا، صدمات كده. ريحه الثوم ابتدت تطلع، اروح نازله بالفلفل. اول ما ريحه الثوم تطلع في اي اكله ما تستنيش لما الثوم يتحمر قوي عشان ما ياخدش لون. الثوم اصلا من طبيعته ان هو بيتحرق بسرعه، فاحنا هننزل بالفلفل عشان خاطر ندي حاجات فيها سوائل. كده انا نزلت بالفلفل عليهم. بصوا بقى يا جماعه حلاوه الالوان. انا بقى بحب الالوان قوي، بحب الالوان قوي في الاكل بجد. كان زمان يقولوا العين بتاكل قبل البطن. زيني سفرتك وزيني اطباقك وزيني اكلاتك، وخلي الوانها، خليها فيها الوان فيها بهجه، وخليها الوان حلوه بجد. هتتفائلوا والحياه هتتغير كده وتحسي ان في حاجه كويسه في الدنيا. بصوا الالوان بجد، مجرد ما حطيت الاخضر مع الابيض، سيبكم الريحه والطعم والكلام ده كله، بس هي حرفيا
حلوه قوي. بحب شكل الالوان قوي، تحسوا ان هي بتدي تفاؤل كده. هنزل بقى بالطماطم عشان احنا اتفقنا مش عايزين الفلفل يروح قوي مننا. بصوا بقى لما الاحمر اتحط مع الاخضر مع الابيض، بصوا الدنيا بقت حلوه ازاي. بصوا والله العظيم مزيج شكله حلو قوي، يفتح النفس اصلا ان انتوا تاكلوا. ايوه اهو. هنستنى بقى لما الطماطم تنزل ميتها وتشربها تاني، وبعد كده نضيف البيض. احنا لحد دلوقتي خدوا بالكم انا ما حطيتش اي توابل، التوابل هتتحط مع البيض. نجهز بقى الحاجه تانية عقبال ما دي تستوي معانا. هنا هشوي رنجه. طبعا طريقه شوي الرنجه بتختلف شويه عن طريقتها اللي انتوا بتحرقوها على البوتاجاز بقى والحاجات دي وتخلوا الدنيا كلها دخان. طب ليه تعملوا كده ليه؟ ما انا ممكن اجيب صينيه كده واحطها بكامل احترامي ووقاري واشوي الرنجه فيها، ايه المشكله؟ وما اوسخش الدنيا وما بهدلش الدنيا واخلي الدنيا كلها دخان وزيوت وي وي وي. طريقه سهله جدا. الرنجايه اهي معايا تمام. همسك الرنجايه هقطع الراس كده، سهله قوي قوي قوي، واقطع الديل كده. تمام. هقطع برضو في نفس الحكايه في التانية. هو عامه الطريقه الصحيه ان احنا نشويها. في ناس مرضى الاملاح الزايده، في طريقه حلوه جدا جدا ليهم للرنجه والفسيخ لو بيحبوا ياكلوها والملح بتاعهم بيضايقهم. نزلوهم في ميه مغليه، مجرد كده تنزيل وتطليع بس، اللي هي تاخد تشميع بالميه المغليه بحيث ان هي الميه المغليه تمتص الاملاح اللي فيهم. وكده كله يا جماعه والله الموضوع بسيط جدا يعني. كده الطاسه سخنت معايا، احط الرنجه. ما ننساش الاكل اللي احنا بنعمله الاساسي، ها، البطاطس والبيض. بجد يا جماعه انا بحب الالوان قوي في الاكل. بصوا منظر الالوان عامل ازاي، وبجد بجد والله العظيم مش بجامل نفسي، ريحتها حلوه جدا. بصوا الرنجه ابتدت تتنفخ معانا زي ما انتم شايفين اهي. نقلب كده. بصوا ابتدت تفرقع معانا، بصوا ابتدت تفرقع معانا اهي. ده كده الجلد بيتخلي. شفتوا بقى؟ ولا دخان ولا بوتاجاز وتوسخ ولا اي حاجه حصلت. الدنيا بسيطه بجد. احنا يا ستات البيوت اللي بنحب نكلكعها مع نفسنا بجد. الحياه بسيطه جدا اهي. بصوا بصوا مفيش اي حاجه حصلت، ولا دخان ولا ريحه ولا اي حاجه. الحياه بيس اهي خالص اهو. بص الجلد ابتدى يطلع لوحده، يفرقع لوحده. خلاص كده هي دقيقتين بالظبط او اقل كمان من دقيقتين. طبعا انا بتابع الاكله الثانيه مش ناسياها، بس هي لسه الرنجة هنا معانا ابتدت تفرقع مني خلاص. يعني كده معنى كده ان الجلد ابتدى يتخلي منها. بصوا بصوا الموضوع بسيط قوي خلاص. ولا دخان بقى ولا وجع قلب بقى من اللي كانوا امهاتنا بيعملوه زمان، يشفوا الرنجة يبهدلوا البيت كله والشقة كلها عايزة تتمسح بعدها. الحياة بسيطة اهي يا جماعة، احنا اللي بنصعبها على نفسنا. اهي بصوا الجلد خلاص هي كده اتشوت ودنيتها تمام. بصوا بتتنفخ، طالما اتنفخت كده وفرقعت جلدها كده يبقى هي خلاص. كده معايا الرنجة خلاص تمام. نرفعها من النار. بصوا بقى الرنجة عشان تبقى الدنيا سهلة معاكم، تتفتح من الظهر كده
تمام اهي. نجيب طبق بس نخلي فيه. اهي بصوا سهله جدا جدا جدا. مش عارفه ليه احنا كنا زمان بنستصعب الحاجات دي، بس بجد الموضوع طلع سهل قوي. والشوك وقبليها بيوم ننقع الرنجه، لا 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 خلاص الكلام ده كله يا جماعه بتل. احنا دلوقتي في الجيل الجديد، الحياه السريعه، الريتم السريع بتاعنا، احنا ندور على اي حاجه سهله ونجري وراها. اهي الرنجه اتخلت في منتهى البساطه في الدنيا. نطلع فاصل عقبال ما اخلص تنظيف الرنجه وارجع لكم تاني. اوكي استنوني ما تروحوش في حته. رجعت تاني ليكم وهنكمل مع بعض بقيه وصفاتنا واكلاتنا. انا في الفاصل خليت الرنجه، بصوا منظرها عامل ازاي بعد ما اتخلت. سهله جدا، والطريقه اللي انا عملتها وشويتها بيها سهله جدا جدا جدا. دلوقتي بقى هنكمل البيض. هو كده خلاص، بصوا المنظر اتسبك خلاص معانا والبطاطس استوت زي ما انتم شايفين. بصوا الوانه بقى حلوه ازاي، بجد انا بعشق الالوان دي. نعمل بقى حفره كده غويطه، نركن كل ده كده على جنب. نعمل بقى حفره كده، لازم نحفر للبيض زي ما انتم شايفين كده، حفرنا له. وبعد ما حفرنا للبيض كده حفرته، نجيب بقى التوابل بتاعتنا. ما ننساش ان احنا ما حطيناش اي توابل. هنحط شويه فلفل اسود كده على خفيف. خدوا بالكم انتم، اللي عايز يقلب البيض يقلب، اللي مش عايز ما يقلبش. انا عن نفسي مش هقلب. تمام. والملح برضو خفيف على خفيف، يعني حسب الرغبه الملح. يعني ممكن تحطي 20 جرام مثلا ملح، بالجرامات بالظبط كده. هنسيبه بقى يستوي مع نفسه، الحياه هتبقى جميله. هنعمل بقى عقبال ما يستوي سلطه الرنجه، لان بعدها بشويه هنعمل المكرونه بالرنجه المطبوخه. سلطه الرنجه، اول حاجه معانا خالص هناخد الطحينه. المقادير هتنزل على الشاشه. المقادير معانا هتنزل على الشاشه، وعقبال ما تنزل على الشاشه انا هقولها لكم. طب اوكي، هنبتدي مع بعض اول حاجه معانا الطحينه، خيار، بصل اخضر، طماطم، فلفل اخضر، بقدونس، زيتون، مايونيز. اوكي. اول حاجه هنعمل الطحينه عادي. هنحط شويه طحينه، عليهم شويه خل وزيت. انا بحب احط عليها زيت، في ناس ما بتحبش تحط عليها زيت. تمام. ونقلب الطحينه كويس زي ما انتم شايفين. ندوب الطحينه فيهم اهي. احنا مش هنخف الطحينه بميه، احنا هنكتفي بالسوائل اللي هينزلها الخضار. بعديها نروح نازلين بمعلقه المايونيز، هي معلقه واحده لكل رنجايه، معلقه مايونيز واحده زي ما انتم شايفين كده اهو. انا كل ده لسه ما عملتش اي حاجه في الخضار. تمام. بعد كده ننزل بالزيتون. فكرة الزيتون بيديها طعم حلو جدا 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 جدا. ومحدش يحط ملح، لان تست الملح بناخده من الزيتون والرنجة بيظبط معانا جدا. هنا بقى في الخطوة دي هحط حبة كمون. كمون ليه؟ كمون بيمنع الزفارة، بيمنع طعم اي زفارة في اي اكل. على فكرة في معلومة ممكن اقولها لكم، للناس اللي بتغسل فراخ او سمك او اي حاجة ويلاقوا فيها ريحة زفارة، انقعيها في شوية مية بكمون لمدة ربع ساعة، هتضيع اي ريحة زفارة. الكمون فعلا فعلا رهيب، بيضيع اي ريحة زفارة في الاكل.
هنرجع لاكلنا تاني، وكل ما افتكر معلومه كده هقولها لكم. كده انا قلبت الزيتون مع المايونيز مع الطحينه مع معلقه خل مع معلقه زيت. تمام. هنقطع بقى الخضار بتاعنا. انا بحب تقطيعه مش كبير قوي ومش صغير قوي. اول حاجه هقطعها خيار، اللي ما بيحبش يحط خيار جواها ما يحطش، بس انا بحب اعملها سلطه. السلطه دي يعني كل حاجه بتبقى فيها. انا عايزاكم بس تشوفوا منظر البيض. بصوا منظر البيض، ايه رايكم؟ اللي حابب يقلب يقلب، اللي مش حابب خلاص. اهو بصوا، والله العظيم ريحته تشهي جدا على فكره، واكله مفيده ومش مكلفه، والحياه في اللذيذ يعني، فيها كل العناصر مكتمله. بصوا البيض قرب يستوي معانا خلاص، هو مش قرب، هو دخل على سوا، واوريدي خضارنا كله مستوي. بصوا شكلها عامل ازاي والوانها عامله ازاي، والله الالوان لوحدها تفتح النفس. انا عن نفسي بحب الالوان جدا جدا في الاكل، بحس ان الالوان فيها بهجه كده، لما الترابيزه يبقى فيها الوان وفيها حاجات بحس ان الاكل يفتح النفس ويبقى شكله حلو. زودي ترابيزتك بالوان. يلا نرجع نعمل سلطتنا بقى. كده كده انا بقطع في الخيار تقطيع عشوائي عادي، وارجع اقول لكم اللي ما بيحبش الخيار مع الرنجه يحطه لوحده من بره، بس انا بحب اعملها سلطه، ودي بتبقى حسب الرغبه. هنجيب طماطمايه. بصوا بقى انا بحب اقطع الطماطم بطريقه امي الله يرحمها، كانت ماما تعملها كده كده وتقطعها كده، اسهل طريقه لتقطيع الطماطم. سيبكوا بقى من البلانشا والحاجات اللي احنا اخترعناها على كبر دي، الناس بتوع زمان دول كانوا بيعملوا شويه اكل ملوش حل اصلا، احنا اخترعنا شويه حاجات كده بس. يلا ماشيين على المنهج. بصوا اهي مالها اتقطعت في لحظه. حط الخيار عليها. تمام. نجيب البصل الاخضر الاساسي بتاعنا النهارده، طبعا كل مصر النهارده والعالم كله تقريبا رنجه وفسيخ وبصل اخضر. محصول البصل الاخضر شح من السوق يا جدعان بسببكم، خفوا اكل بصل شويه، واللبان هيغلى النهارده عشان تاكلوا بصل وتاكلوا وراه لبان. فكروني هقول لكم معلومه حلوه قوي قوي للناس اللي بتاكل الاكله دي وتبقى عايزه تشرب ميه، تشرب ميه بعدها كتير. في حاجه كويسه قوي قوي، اغلوا شويه كركديه، واول ما تخلصوا اكل محدش فيكم يشرب ميه ولا شاي ولا الكلام ده كله، واشربوا كوبايه كركديه. حرفيا مش هتحسوا بعطش ومش هتحسوا بحموان الاكله ومش هتحسوا ان انتوا كلتوا حاجه. الكركديه بيقضي على العطش وعلى الملح الزياده. كده انا بقطع البصل الاخضر. تمام اهو كفايه كده بصله. قطع شويه بقدونس. بقدونس حلو قوي، انا بحب البقدونس. البقدونس ده ليه فوائد كتير جدا، اللي يغلي بقدونس ويشربه فايده حلوه قوي، واللي ياكلوا كده برضو فوائده حلوه، واللي يشركوا في الاكلات برضو فوائده حلوه قوي. انا عن نفسي بحبه يعني، هو وجوده في البيت عز، انا بحبه قوي. تمام كده انا خلصت السلطه بتاعتي. نقلب بقى كله في بعضه. هتقولي لي التقطيع كبير ولسه ما حطيتيش الرنجه. ايوه ما انا لسه ما حطيتش الرنجه طبعا، لسه الموضوع لسه في شويه. مش اقلب الخضار على بعضه. بعد كده نجيب بقى الراس الكبيره نحطها عليها الرنجه. بصوا لما بتقطعوا الخضار الكبير بتحس ان كل الالوان باينه، ويبقى ميكس الالوان كده داخل في بعضه، الاحمر باين الاخضر باين كل حاجه باينه. نسينا نحط فلفل اخضر عليها. انا بحب احط لها جميع انواع الخضار، واللي بيحب طعم الفلفل الالوان يحط فلفل الوان. انا بحب الفلفل الاخضر عليها قوي. كده تمام. بصوا اهي الدنيا بقت معانا في اللذيذ. نجيب بقى الرنجه. كده
تحاولي بقى تحطي الرنجه وتقطعي الرنجه كده. انا بحب الرنجه متقطعه قطع كبيره، بحبها تبقى باينه في الاكل، ما بحبهاش مفرومه ولا الحاجات دي، ان هي حلاوتها ان هي تبقى ظاهره في وسط الاكل. طب والله العظيم شكلها حلو. خلي بالكم انا بحب اشوف شكل الاكل قبل ما اكله. انا من الشخصيات بحب ابص المنظر الاكل، المنظر عجبني باكل، المنظر ما عجبنيش بتقفل في ساعتها يعني. وطريقة الغرف والتقديم كل ده بيفرق معانا بجد. كده بصوا. طب والله بصوا الالوان اصلا شكلها يشهي. بذمتكم شفتوا شيف قبل كده يجوعكوا على الهوا بالمنظر ده؟ نزين بقى طبقنا كده. قلنا اتفقنا ان احنا نزين ونحط الوان. الالوان حلوه، انا بحب الالوان. ايه رايكم نجيب خيارايه كده نقطعها حوالينه؟ تمام. كده الطبق جاهز معانا، طبق متكامل. سلطه رنجه. نطلع فاصل وبعد الفاصل استنوني، هكون قدمت لكم البيض ونعمل المكرونه بالرنجه، ما تروحوش في حته. ورجعنا تاني ليكم. انا غرفت البيض في الفاصل، بصوا منظره عامل ازاي. بجد بجد اكله متكامله من كل حاجه، بيض، بطاطس، بصل، خضار، فيها كل حاجه من البروتين للنشويات لكل حاجه، واكله خفيفه في نفس الوقت. اللي هيجربها هيعتمدها فعلا لفطار لعشاء، وممكن غدا والله، ومش مكلفه. والناحيه التانيه غرفنا سلطه الرنجه زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. ودلوقتي بقى وانا في الفاصل حطيت المكرونه على النار تتسلق عشان اجهز لكم المكرونه بالرنجه. هي بيسموها انشوجه على فكره، يعني بره بيسموها انشوجه. هنقطع البصل. الطريقه دي طريقه انشوجه، الرنجه دي اسمها طريقه انشوجه. ممكن تستعملي الصوص ده اللي انا هعمله بتاع الرنجة، تستعمليه على البيتزا، تستعمليه على اي حاجة غير المكرونة. ممكن تتغمس كده بالعيش تتاكل، بتبقى جميلة جدا. بس انا بحب اكلها على البيتزا على فكرة، بتبقى حلوة قوي قوي في البيتزا. ممكن في حلقة من الحلقات اعملها لكم بالبيتزا، بتبقى حلوة قوي. مش هتقول ان هي زفرة ورنجة وبيتزا ازاي ومش عارفه ايه، والله بجد لا بتبقى حلوة قوي. هو انتم مش بتاكلوا مش بتاكلوا بيتزا بالانشوجة؟ هي دي الانشوجة على فكرة الرنجة. انا دلوقتي قطعت البصل هنزله، احط له زيت، حاجة خفيفة كده عشان هي الرنجة اصلا فيها زيوت. اوكي، اول ما البصل يبقى لونه ذهبي معانا هنرجع نبشر طماطم، عشان الاكله دي بيتبشر لها طماطم. هتقولي لي الطماطم المبشوره؟ طماطم تتبشر، عشان انا مش عايزه ميه كتير في الاكل فابشر الطماطم احسن، ومش عايزه قشر الطماطم فنبشر الطماطم زي ما انتم شايفين كده. انا طرطشت من كل ناحيه. ايوه اهو مشغلين اهو. تمام. انا عايزه طماطم كتير، ومش عايزاها مضروبه في الخلاط ولا مضروبه في كبه ولا مضروبه في ولا متخرطه ولا اي حاجه، انا عايزاها مبشوره. نرجع بقى لايام زمان نستعمل ايدينا شويه، بلاش الاستسهال اللي احنا بقينا فيه ده. نقلب البصل معانا.
كفايه كده الكميه دي معانا. تمام. اول ما البصل ياخد لون معانا هنروح نازلين عليه بالطماطم، ولسه في بوكيه جرنيه هيتقطع. كده البصل يا دوبك خد تشويحه، انا مش عايزه اشوحه قوي. البصل لما بيتحمر قوي يا جماعه بيعمل حمو، بيعمل حمو بجد، بيتعب المعده. المكرونه اهي برضو بتتسلق معانا لسه. في النص بقى كده نقطع البوكيه جرنيه اللي هنستعمله. طبعا انتوا عارفيني فلفل اخضر اساسي. بحب الفلفل الاخضر قوي في الاكل، بحس ان هو بيدي الاكل طعم ونكهه وبهجه في نفس الوقت. يعني عارفين حاجه تدي بهجه كده، الوان. بحب الحاجات الالوان قوي في الاكل، بحس ان هي بتفتح النفس بجد، فيها تفاؤل كده وحاجه حلوه. احنا اي نعم مش ناقصين فتحه نفس، بس برضو نحاول نفتح نفسنا شويه. ايوه زي ما انتوا شايفين اهو كده بنقطع. وبحب اقطعه كبير برضو، مش بحب اقطعه صغير. بجد هو لذيذ قوي في الاكل الفلفل عامه. كده بصوا، هي دي بقى ميزه الطماطم اللي مبشوره، انها بتتسبك بسرعه معانا، مبقاش فيها ميه كتير. في نفس الوقت نشوف المكرونه لسه. نحط حته بصل اخضر كده تدي ريحه ولون. هتقولي ما انت حاطه بصل، بس برضو زياده الخير خير ان نحط بصل اخضر، بحب ريحته. اوكي. الرنجه معانا متقطعه. البقدونس ده بس هيبقى في الاخر خالص. انا مش بحب العروق بتاعه البقدونس قوي، انا باخد الورده بتاعته بس. اهي اللي انتوا شايفينها دي ورده كده بس. طيب معانا تليفون. حنان مد اهليه. الو 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 الو. طيب انا حطيت الخضار. الو. ايوه الو. ايوه اتفضلي معاكي. انا مش بحبك. ايه؟ وطي التلفزيون عشان تسمعيني بالتليفون بعد اذنك. انا بحبك اول مره فيه. وطي التلفزيون عشان نسمعك. اسمعيني بالتليفون. ماشي. بصوا انا ضفت توم. اوكي. الو. ايه سؤالك يا حبيبتي؟ طيب سمعيني ايه سؤالك. طريقة الفراخ. ايه طريقة ايه؟ طريقة الفراخ. طريقة الفراخ. تتبيلة صينية فراخ. اه. تمام حاضر. عايزة تتبيلة مميزة يعني؟ حاضر. هقولك حاجة كده في اللذيذ وخفيفة. وكلها هتبقى في حلة واحدة. بصي يا ستي، هاتي بصلاية، طماطماية، قرنين فلفل اخضر، وملح وفلفل وكاري وسبع بهارات، وكيس كاتشب. لازم ده اساسي. واضربي كل ده في الخلاط مع بعضه ونزليهم على الفراخ. تمام. وسيبيهم في التتبيله دي ساعه او ساعتين. بعد كده دخليها زي ما هي في الفرن. وبعد كده اول ما تستوي وتاخد لونها الذهبي الجميل بتاعها، تروحي مولعه فحميه وحطها في ورقه فويل وحاطه عليها معلقه زيت وكتمه. هتديكي طعم المشويات بتاعت الشارع بالظبط، وبالعكس هتبقى طعمها احلى وانضف كمان. وبألف هنا وشفا. كده انا حطيت كله الخضار، الفلفل الاخضر والبصل والثوم والطماطم، كله بيتسبك اهو مع بعضه. هحط لها توابلها، كمون
لازم الكمون معانا عشان قلنا يمنع شويه زفاره الرنجه. فلفل اسود. المقادير نازله معانا على الهوا اهي، خلاص نزلت معانا على الهوا. لو حد عايز يصورها يتفضل يصورها، عشان فعلا 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 دي اكله جميله جدا جدا جدا، واللي هيجربها مره هيعتمدها. المكرونه بالرنجه دي فعلا اكله حلوه قوي، في ناس كتير ما تعرفهاش وفي ناس كتير تعرفها. زي ما انتوا شايفين اهي كده انا تبلت، وما تحطوش ملح لان احنا هناخد ملوحيتها من الرنجه. انا لحد دلوقتي ما حطيتش اي ملح. هصفي المكرونه. زي ما انتوا شايفين كده اهي. ننزل بقى بالرنجه. لازم الرنجه تبقى مشويه وتاخد تشكه الشوي معانا. تمام. بصوا اهي هتتسبك كلها في بعضها. هنا بقى بنحط لها بالظبط معلقه خل. مش هنحط ليمون. في ناس بتسأل ليه ما حطيتيش ليمون على الرنجه. لا انا ما بحبش استعمل الليمون. الليمون ده وقت الاكل لما الرنجه تتاكل نيه، لكن اي رنجه فيها اضافات زي ما احنا مضافين كده حطوا خل عليها. كده انا حطيت معلقه الخل وريحتها ابتدت تطلع عليا اهي خلاص. بجد انا من عشاق الالوان والروايح في الاكل. ممكن بس نديها قرن فلفل تاني عشان حاسه ان هو الفلفل مش كفايه معايا. بحب الفلفل جدا على فكره. زي ما انتوا شايفين اهو. احنا لسه ما حطيناش البقدونس. البقدونس بيتحط في الاخر خالص عشان بيتهري بسرعه من النار، فاحنا البقدونس معانا في الاخر خالص. وزي ما انتوا شايفين يعني اي واحده تبقى واقفه في المطبخ تروق وتنظف مكان ما هي واقفه، الدنيا مش بتاخد حاجه يعني. بيبقى فيه كركبه وفيه مواعين كتير، بس الحياه بتبقى في اللذيذ يعني. زي ما انتوا شايفين اكلتنا خلاص ابتدت تجهز معانا. كده في الوقت ده انزل بالبقدونس. على فكره ريحتها حلوه قوي والله بجد ريحتها حلوه. كانوا زمان بيقولوا الست الشاطره بتتعرف من نفسها من ريحه الاكل، وانا ريحه اكلي حلوه على فكره والله بجد مش بجامل نفسي. انا بحب اجامل نفسي يا جماعه، بس والله ريحه الاكل فعلا حلوه. ننزل بقى بالمكرونه نغرفها. في حاجه كده انا بحب اعملها في المكرونه عشان ما تلزقش في بعضها. بحب احط لها نقطه زيت وشويه فلفل اسود وشويه كمون ونحط لها شويه ملح عشان ما تنسوش اصلا ان احنا ما حطيناش على الاكله بتاعتنا ملح خالص. ونقلبها كلها في بعضها كده. المكرونه عمرها ما تلزق في بعضها او تمسك في بعضها زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. بصوا اهي اتسبكت معانا. طب والله العظيم ريحتها حلوه بجد. وريحه الثوم مع الخل مع الطماطم مع الفلفل مع البقدونس، لا عامله ميكس حلوه قوي بجد، وفعلا ريحتها جديده ومختلفه. ولو جربتوها على البيتزا هتدعولي بجد. الصوص ده على البيتزا بيبقى حلو قوي قوي قوي. هي خلاص كده فيها شويه بس ميه بساط هيتشربوا وتتحط. ويا بقى لو عندك مثلا هتعملي بيتزا وضفتي عليها شويه كريمه بتبقى حلوه قوي 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 بالكريمه.
يعني تحطي الكريمه اللباني تسوي في كوبايه كده، تحطيها عليها تقلبي، بتديكي طعم صوص الجبنه قوي فيها، بتبقى حلوه قوي. حتى لو ما حطيتيش موتزاريلا عليها فالكريمه بتبقى طعمها حلو قوي فيها. هي دي التريكات اللي المطاعم بتعملها يا جماعه. كده هي جهزت معايا، بصوا اهي شكلها عامل ازاي والوانها عامله ازاي. هنغرفها بقى على المكرونه. بجد انا بحب الالوان قوي. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو. ايه رايكم؟ نجيب بقى شويه بقدونس للزواق كده. بجد ريحتها حلوه قوي قوي قوي. ندمان اللي مش هيجرب الاكله دي النهارده. وبكده ابقى جهزت معاكم 3 اصناف اكل لعيد الربيع او شم النسيم زي ما احنا بنقول. اول صنف كان معانا عملنا البيض التركي، حطينا بطاطس حمرناها لازم تاخد لون، بعد كده حطينا بصلايه عليها، بعد كده نزلنا بالطماطم نعمل تشيك بيهم على بعض، بعد كده ننزل بالفلفل الاخضر، واول ما كله يندمج مع بعضه نروح نازلين عليهم ببيضتين في النص، نحفر كده حفره ونحط البيض. اول ما يستوي كله مع قلب بعضه، اللي عايز يقلب البيض في الاكله يقلبها، اللي مش عايز ما يقلبش. واول ما كله يستوي مع بعضه هيبقى ده شكله في النهايه. تمام. تاني حاجه عملناها، عملنا سلطه الرنجه بتكاتي المختلفه. اول حاجه حطينا طحينه، وبعد الطحينه حطينا معلقه زيت معلقه خل، بعديها رحت حاطه معلقه مايونيز. كل رنجايه بتاخد معلقه مايونيز عشان حسب ما هتزودي عدد الرنجه. انا عشان عامله رنجايه واحده استعملت معلقه مايونيز واحده، وزيتون وطماطم وفلفل اخضر وجزر وبقدونس وبصل اخضر، البوكيه جرنيه بتاعنا عامه، ونقلب كله في بعضه. وبعد كده بننزل بالرنجه اللي شويناها زي ما انتوا شفتوا طريقه الشوي، ولا بهدلنا بوتاجاز ولا بهدلنا حاجه خالص ولا اي حاجه. بصوا الدنيا في التمام اهي بعد ما خلصت. بعد كده نغرفها وزي ما انتوا شايفين المنظر، وبألف هنا وشفا. تالت صنف عملته معاكم، عملت مكرونه بالرنجه. الرنجه دي عملتها بطريقه الانشوجه، سلقت المكرونه عادي زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده عشان المكرونه ما تلزقش في بعضها رحت حاطه معلقه زيت وفلفل اسود وحبه كمون وحبه ملح، وقلبت كله في بعضه، مزجناهم في بعض. بخصوص الصوص الرنجه، عملت بصلايه حمرناها، وبعد كده رحت نازله عليها بطماطم مبشوره. اهم حاجه طماطم مبشوره عشان ما يبقاش فيها ميه. الطماطم المبشوره الفكره في بشر الطماطم ان احنا بناخد اللحم بس، مش بناخد ولا قشر ولا بناخد ميه، كل ده بيبقى الهدر بنطلعه لبره. نسيبهم مع بعض يتسبكوا شويه. اول ما يتسبكوا شويه اروح نازله بالثوم، اول ما الثوم يطلع ريحته معانا اروح نازله بالفلفل الاخضر، وبعديها او كله يتسبك ويمتزج في بعضه اروح نازله بالرنجه. اول ما الرنجه تنزل نديهم تقلبتين ونروح نازلين ببقدونس ومعلقه خل. هتقولي لي ليه الخل؟ الخل عشان يمنع زفاره الرنجه. التوابل اللي اتحطت معانا كمون وفلفل اسود فقط لا غير، ما بنحطش ملح. التمليح بتاعنا بناخده من الرنجه، واوريدي المكرونه معانا متملحه جاهزه. وكده يبقى انا قدمت لكم 3 اصناف ابسط مما تتخيلوا وحلوين وبألف هنا وشفا. ويا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه، ويا رب ابقى معاكم كتير واعرف اوصل لكم معلومات اكتر، وباذن الله مع بعض في حلقات تانية كتير. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والاخوه المسيحيين طيبين وبألف خير.